الخيرات والطاعات وحسن الخلق هي حب علي بن أبي طالب صلوات الله عليه. الرحمة والشفقة والعفو والبذل والكرم والشجاعة والحلم والعلم، هذا هو حب علي بن أبي طالب. إن علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه ليس غير تلك الأسماء الإلهية، فمن أحبها فهو محب لعلي، ومن أبغضها فهو مبغض لعلي بن أبي طالب. من أحب علي فقد أحب الله، ومن أبغض علي فقد أبغض الله، لأن علي ذلك المظهر الذي ظهرت فيه كل الأسماء الإلهية. ودعانا إلى أن نتخلق بخلقه، تخلقوا بأخلاق الله. وإذا أردتم أن تتعرفوا على أخلاق الله سبحانه وتعالى فانظروا إلى علي الرحيم والعابد والعاشق والمتلألئ والزاهد، بغير تلك الجهات الممتلئة بالكمال الإلهي. فكر تفكير ولائي. شنو ولائي؟ ينتمي إلى علي بن أبي طالب. هذا المقياس. هذا قال رسول الله، دقق، قال رسول الله: أحبب هذا وأحب من أحبه حتى لو كان قاتل أبيك. حب هذا وحب من أحب حتى لو قاتل أبوك، وأبغض من أبغض هذا حتى لو كان أباك. العبارة واضحة ولا لا؟ هذا التفكير. المقياس هو علي بن أبي طالب. تحب اللي يحبه مهما كان، أو تبغض اللي يبغضه مهما كان. إسرائيلي يحب عليا، جيراني يبغض علي. الإسرائيلي أشر مليون مرة أفضل من هذا. دقيق، لا تقول لي إسرائيلي وذا إسرائيلي. المقياس هو علي بن أبي طالب. من الروايات المتفق عليها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أن النبي قال: يا علي، حبك إيمان وبغضك كفر. عن علي أمير المؤمنين سلام الله عليه أنه قال: لو ضربت خيشوم المؤمن بسيفي هذا على أن يبغضني ما أبغضني، ولو صببت الدنيا بجماتها. جمات جمع جمة، جمل هو الإناء الذي يوضع فيه الماء، يعني الإناء والماء. لو صببت كل ذلك على المنافق على أن يحبني ما أحبني، وذلك أنه قضي على لسان النبي الأمي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يا علي، لا يبغضك مؤمن ولا يحبك منافق. لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. أنا قدمت فيما مضى جملة كبيرة من الآيات والروايات التي تشير، ولعل أفضل قصة إبليس الذي لم يرفض ولاية علي، ولكنه رفض أن تكون هناك واسطة بينه وبين علي اسمها آدم. لذلك بدليل ما ادخرت لآخرتك يا أبا مرة، قال: حبك يا علي. بل إبليس أشرف منهم. تقدمت الرواية من أيام أن إبليس قال: إنني ادخرت في ساعة المحشر حبي لأمير المؤمنين علي.
الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون يا أعمى القلب والروح، إذا كان إبليس بحب علي، ليش أنت بتبغض علي بن أبي طالب؟